السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة. يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو لخوض مباراة جديدة بالدوري أمام غزل المحلة بعدما حقق الفوز على فاركو ب3 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر. ويواصل فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو الاستعداد لمواجهة غزل المحلة، ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز في مباراته الأخيرة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز. ويختتم فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة باستاد القاهرة الدولي، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه. ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة غزل المحلة، ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التي حدثت طوال 90 دقيقة من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل في المرحلة القادمة ليصحح مسار الزمالك في المسابقة المحلية. ويعمل أوسوريو على تحفيز لاعبيه وحثهم على تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط من فريق غزل المحلة، لا سيما وأن المباراة ستكون في غاية القوة والندية نظرا لموقف غزل المحلة في جدول ترتيب الدوري وحاجة الفريق لكل نقطة حتى يهرب من شبح الهبوط. على الجانب الآخر، أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك، وعاد لاعب فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية تحت قيادة رضا شحاتة استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز. وتلقى لاعب الفريق محاضرة فنية بالفيديو تحت قيادة الجهاز الفني لشرح بعض الأخطاء والعمل على خطة المباراة القادمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز. ويدخل لاعب غزل المحلة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري، وذلك لتجنب الإرهاق وزيادة التركيز. واستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على رصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء في بطولة الدوري الموسم القادم. ويدخل نادي الزمالك مباراة غزل المحلة وهو في المركز الرابع برصيد 53 نقطة بعد أن لعب 30 لقاء، فاز في 15 لقاء وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 7 لقاءات، وأحرز لاعبوه 44 هدف وسكنت شباكه 28 هدف. ويسعى نادي الزمالك للفوز على غزل المحلة ليواصل مسلسل الانتصارات بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة. على الجانب الآخر، يدخل فريق غزل المحلة مباراة الزمالك وهو في المركز 16 برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 31 لقاء، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 15 لقاء، وأحرز لاعبوه 25 هدف وسكنت شباكه 43 هدف. ويأمل نادي غزل المحلة الفوز على الزمالك ليعوض تعادله أمام المصري بهدف لكل منهما في الجولة السابقة، ويحسن من ترتيبه في جدول الدوري والهروب من شبح الهبوط. ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الدوري في المباراة المقرر لها 9:30 مساء غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري في وجود استوديو تحليلي
يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة. شكرا لكم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.